ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الاساس التاني من اسس تربية الطفل، وهو تنمية الاستقلالية والاعتماد على النفس. واول حلقة من السلسلة دي هنتكلم عن الحرية مع الحدود. الطفل محتاج يكون في حرية علشان ينمي استقلاله، في نفس الوقت يحس بالامان اللي بتوفره الحدود. والحدود مش معناها التحكم ولا السيطرة، بالعكس الحدود بتكون معمولة علشان أمان الطفل وعلشان يجرب ويمارس شغفه في بيئة آمنة. الحدود بتساعد الطفل إنه يعرف إيه المسموح وإيه الممنوع. الحدود بتفهمه فكرة المسؤولية، وده بيخليه يحس بالاستقرار والثقة وشخصيته تتطور. زي مثلا لما نحدد للطفل ميعاد للنوم، احنا حددنا ميعاد النوم لكن هو عنده حرية اختيار قصة يقراها قبل النوم مثلا. الحرية هنا اللي أنا اديتها له إن هو بيختار قصة قبل النوم، لكن الحدود هي مواعيد النوم. فهنا بقى طبقنا مفهوم الحرية مع الحدود. زي استخدام الشاشة والأجهزة، هو متاح ليه إن هو يستخدم الشاشة وقت معين، لكن هو عنده الحرية إن هو يختار التوقيت ده من اليوم. زي مثلا اختيار اللبس، هو ممكن يختار اللبس اللي هو عايزه، لكن لازم يكون في حدود، مثلا إن إحنا في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، فمحتاج إن هو يختار لبسه مناسب للتوقيت اللي إحنا فيه. طب إزاي أحط الحدود دي للطفل بطريقة إيجابية وهادية وتوصل المعلومة والمفهوم للطفل بشكل إيجابي وكويس؟ في حاجات أوقات إحنا الكبار بنبقى فاهمين إن الطفل يكون عارفها بشكل بديهي، وده مش حقيقي. الطفل بيحتاج تقريبا نقوله كل حاجة يعملها إزاي. زي مثلا هقول لكم أبسط مثال، إن مثلا لو الطفل ما اتعلمش إزاي يقفل الباب من غير ما يرزعه وراه، لو أنا ما قلتلوش إزاي يمسك الأكرة بالراحة ويقفل الباب بالراحة علشان ما يعملش صوت، هيفضل يرزع الباب كل مرة لغاية ما أنا أعرفه الباب بيتقفل إزاي. وهنفضل إحنا كل مرة نقول له ما ترزعش الباب، بس أمر في المطلق، لكن هو هل أنا علمته إزاي ما يرزعش الباب وراه؟ لأ، ما علمتوش، فهو مش هيعرف إلا إذا أنا علمته. فده مبدأ عموما لازم تكونوا فاهمينه، إن إحنا أوقات بتكون حاجات بسيطة إحنا بنبقى فاهمين إن الطفل يكون بديهي إن هو يكون عارفها، لأ هو مش عارفها، وإحنا محتاجين إن إحنا نقول. في حدود ممكن نحطها للطفل من البداية، يعني ممكن نقعد مع بعض ونتكلم إن لو حصل كذا هنعمل كذا. وفي حاجات تانية بنعملها أثناء الحياة، يعني هو مثلا عمل حاجة فغلط فيها، فبنقعد نتكلم عن الموضوع اللي هو أخطأ فيه وبنشوف المفروض نعمل فيه إيه ونعمله. وبدل ما يبقى طول الوقت التعاون ما بيننا لأ ما تعملش كذا لأ ما تعملش كذا، لأ خلينا دايما نكون عندنا طريقة أفضل في إعطاء الأوامر، وهي إن إحنا ما بنعملش كذا علشان ده مش مفيد لصحتنا، ما بنعملش كذا عشان ده فيه خطر على حياتنا، ما بنعملش كذا علشان ده ممكن يؤدي لكذا. الطريقة دي بتخلّي الطفل دايمًا حاسس أولًا بالاحترام اللي إحنا اتكلمنا عنه قبل كده، إن أنت بتحاول تفهّمه لإن هو إنسان بيفهم وعنده عقل، وفي نفس الوقت بيبقى فاهم ليه ما يعملش كذا، فده بيبقى مريح جدًا بالنسبة له، وبيبقى عارف إن ده مش تعنُّت من الكبار معاه. وطبعًا الحدود دي لازم تكون ثابتة ومُتّفق عليها من الأهل كلّهم، لإن لو الحدود دي متغيّرة الطفل بيحس بالارتباك وما بيقدرش يميّز الصح من الغلط. يعني مثلًا ماما تقول كلام وبابا يقول كلام. ماما تقول لي على حاجة غلط وبابا يقول لي لأ صح عادي. ماما تقول لي على حاجة غلط وبابا يعملها من وراها ويقول لي ما تقولش لماما. كل دي حاجات ممكن تعدّي لو هنعملها كل فين وفين، لكن مش هتعدّي لو هي دي طريقة التعامل الدايمة مع الطفل، إن الأب بيقول على حاجة صح والأم بتقول على حاجة غلط والعكس. لازم نكون متفقين على حدود واضحة مع الطفل علشان هو يبقى حاسس إن هو ده الصح فعلًا، مش رأي شخصي لماما ولا رأي شخصي لبابا. مهم كمان إن إحنا يكون عندنا مرونة في الحدود دي، بمعنى إن كل فترة نراجع الحدود دي مع الطفل ونشوف إيه الحاجات اللي هو كِبِر عليها والحاجات اللي إحنا ممكن نفضل ثابتين عليها. مثلًا وقت اللعب والأنشطة ممكن يتغيّر على حسب سِن الطفل، الحاجات اللي ما ينفعش يعملها وهو عنده 3 سنين ممكن يعملها وهو عنده 6 سنين مثلًا. فكرة إن الحدود نفسها ممكن تتطور، ده بيخلّي الطفل يفهم إن أهله مواكبين احتياجاته ومدركين إن هو بيكبر، وده طبعًا بيعزّز ثقته فيهم. المرة الجاية هنتكلم عن اتخاذ القرارات، إزاي الطفل يقدر يتخذ قراراته وإزاي إحنا ندّي له الفرصة لده وأثر ده على تطوّر شخصيته. وأشوفكم على خير.